اسمعيني، صحتك تستاهل. الكورتيزول هرمون التوتر. تأثيره على الجسم ايه؟ حاسس بتوتر؟ نومك متلخبط؟ وزنك مش بينزل؟ ممكن تكون مشكلتك هرمون واحد اسمه الكورتيزول. الكورتيزول هو هرمون التوتر، الجسم بيفرزه في حالة الخطر، بس لما يفضل عالي لفترة طويلة ده بيعمل ايه؟ بيبوظ كل حاجة في الجسم. نسبة عالية من الكورتيزول ممكن تسبب تخزين دهون خصوصا حوالين البطن، ضعف في المناعة، اضطرابات في النوم، قلق، اكتئاب، مقاومة نزول وزن حتى مع الدايت. طب ايه اللي بيرفع الكورتيزول؟ الضغط النفسي، السهر، الكافيين المبالغ فيه، تمارين عنيفة من غير راحة، دايت قاسي بدون دهون ونوم كفاية. طب ايه الحل؟ الحل تظبط نومك، تنام بدري، تهدي أعصابك حتى لو 10 دقايق تنفس عميق، هنقلل الكافيين، هناكل وجبات متوازنة فيها دهون صحية، ونمشي أو نتحرك من غير عنف. افتكر دايما، مش كل تأخر في نزول الوزن سببه الأكل، ممكن يكون التوتر هو السبب. تخيل. لو عايز خطة غذائية تقلل الكورتيزول اكتب لي في الكومنتات، وما تنسوش لايك وشير ومتابعة عشان غيرك يستفيد.